الكرة والجمال. في حلقة النهارده هنتكلم على واحدة من أعظم لحظات الكرة في التاريخ، لحظة ما تتنسيش لأي مشجع كورة، خصوصا مشجع برشلونة. هي الريمونتادا التاريخية قدام باريس سان جيرمان في 2017 في دوري الأبطال، وساعتها الماتش ده كان حديث العالم كله. خلونا نرجع بالزمن مع بعض ونعرف ازاي برشلونة حقق المستحيل اليوم ده. الموضوع بدأ في 14 فبراير 2017 لما باريس سان جيرمان فاجئ برشلونة في ملعب حديقة الأمراء برباعية نظيفة. وقتها كل خلاص ان التأهل انتهى، ان مفيش امل لبرشلونة في التأهل. لكن برشلونة كان عندها كلام تاني. ماتش العودة كان بادئ بحماس من لاعبي برشلونة، سواريز سجل هدف في الدقيقة 3 برأسية، ومن هنا الأمل بدأ يرجع للجماهير من تاني. في الدقيقة 40 رجع باريس سان جيرمان سجل هدف في مرمى. كان ينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0، ومع بداية الشوط الثاني نيمار ياخد ضربة جزاء في الدقيقة 50 وينجح في تسجيلها ميسي. نتيجته ب 3-0 لبرشلونة، وهنا كل بدأ يقول ان خلاص برشلونة رجع بالفعل. ولكن المفاجأة كانت في الدقيقة 62 لما كافاني سجل هدف لباريس. بصراحة كون ده يهمل أي فريق، وخاصة ان برشلونة في الوقت ده كان محتاج 3 أجوان في أقل من نص ساعة. ولكن يجي فاول على حدود ال 18 ويقف على الكورة نيمار. والريمونتادا تبدأ عند الدقيقة 88 لما يسجل نيمار هدف من فاول عالمي. وبعديها بدقيقتين نيمار سجل بيل. النتيجة 5-1 لبرشلونة، وهنا الماتش وصل لأقصى درجة من الإثارة لحد الدقيقة 95 اللي نيمار لعب فيها كرة عرضية في ال 18 يقابلها سيرجيو روبرتو ويسجل الهدف السادس. بكده سيرجيو روبرتو حقق المعجزة المستحيلة، وبرشلونة فاز 6-1 عشان يتأهل لربع نهائي الأبطال ويحقق واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ الكورة. بعد الماتش كله اتكلم عن الريمونتادا، جماهير برشلونة احتفلت بشكل هستيري. حتى في جماهير محايدة قالت ان دي من اقوى اللحظات في تاريخ دوري الابطال، ونيمار كان بطل المباراة بلا منازع، وسيرجيو روبرتو كان بطل اللحظة الحاسمة. ودلوقتي هقول لك سؤال الحلقة، ان نيمار شارك في كام هدف من الماتش؟ اكتب لي في الكومنتات. وصلنا لاخر حلقتنا، لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب واستنونا في حلقات تانية. كان معكم مروان ميزة.